الادويه دي صح ولا غلط؟ سوفالدي وداكلانزا. مساء الخير يا استاذ معتز. مساء الخير يا فندم. سوفالدي وداكلانزا. بس كده اشكرك. سوفالدي وداكلانزا. اتفضل يا فندم. ايه بقى الحكايه بتاع الخبر الجميل ده؟ هو بالفعل يا فندم معالي الوزير اطلق اليوم من خلال المؤتمر الصحفي، هو شدد اولا على ضروره استخدام او الاعتماد الكلي على العقارات المصريه بعد ان ثبت انها تعطي او نتائجها بنفس كفاءه العقارات الاجنبيه. يا دكتور خالد اتفضل. صلي على رسول الله كده عليه الصلاه والسلام واكد لي على الحته دي، عشان دي اول حاجه بيفكر فيها الانسان المصري. امبارح والله كنت بشتري دواء، خدت حقنه كده محترمه في الصيدليه، فبسال الراجل بقول له انا مش عارف كذا كذا، فقال لي انت عايز المصري ولا عايز المستورد؟ قلت له وايه الفرق بين الاثنين؟ قال لي لا المستورد مستورد والمصري. قلت له لا يعني الماده الفعاله ايه ومش عارف. فالمفروض خلاص لخبطني، قلت له انا مش عارف بصراحه، انت اللي تدي لنفسك ايه؟ قال لي ادي نفسي المستورد. قلت له خلاص اديني المستورد، خدت حقنه مستورده يعني. فقال لي انا ما اعرفش الفرق وما اعرفش اذا كان المستورد زي المصري في الحاجات دي ولا ايه الفروق. لا معالي الوزير يا فندم، قبل ما يشدد على استخدام العقارات المصريه تاكدنا تماما بالفعل من انه نفس النتائج العقارات المصريه والعقارات المستورده هي نفس الكفاءه بالضبط. والله على ما تقول شهيد. والله على ما اقول شهيد. طب الحمد لله، بشكرك شكرا جزيلا، ده خبر كويس، ويعني اتمنى ان وزاره الصحه تكون بالهمه والنشاط انها بقى والشركات كمان تنتج بقى الدواء ده. ما انا برضو في حاجات في جنان. انا يعني لسه الدكتور احمد خالد توفيق كاتب مقاله مزعجه، انا بالنسبه لي مزعجه، انه هو عنده طبعا ربنا يشفيه، يظن عنده مرض ما في القلب او في الشرايين، انا مش فاهم، ما بفهمش في الطب كويس، وبيقولوا بيدور على دواء ومش عارف مين اتصل بمين وما لقاش الدواء وعنوان المقاله مزعج، عنوان المقاله بناقص واحد. يعني هو يعني بناقص واحد، يعني احنا كتير ولما يموت معتز ولا ابراهيم ولا خليل ما هو يموت وخلاص. لا لا احنا مش كده، احنا مش يعني مش فراخ يعني ولا يعني ما اعرفش بقى. دكتور خالد حضرتك لسه معايا؟ انا مع حضرتك. اتفضل. اتفضل يا فندم، حضرتك قول لو في حاجه ثانيه عايز تضيفها. اتفضل استاذ معتز. ايوه انا معاك، اتفضل حضرتك، كنت في حاجه ثانيه عايز تضيفها؟ احب اوضح يا فندم ان احنا حاليا الفلد المصري متوفر وهو بمبلغ وقدره حوالي 700 جنيه مصري، والدكله المتوفر حاليا هو الدكله الاجنبي بحوالي 1300 جنيه. يعني المصري بكام تاني؟ معلش بعد اذنك، المصري بكام؟ الفلد المصري بحوالي 700 جنيه. ايوه. والدكله المتوفر منه الان هو